سلام، كيفكن؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وصفتنا لليوم حتكون هي الفاصوليا الصنوبرية مع اللحمة. خلونا نشوف سوا كيف بنعملها. يلا، وخلونا نبلش وصفتنا لليوم. بطنجرة على النار حطيت كذا عظمة من عظم الغنم، قلبتهم كتير منيح لأخدوا معي اللون الغامق. برجع بشيلهم من الطنجرة وبضيف على الطنجرة شقفة صغيرة من اللي فرميتها ناعم، وفوقها معلقة كبيرة من السمنة بتعطي نكهة كتير رائعة وجود اللي بالطبخة. وهلأ بنزل عليهم بلحمة الموزات. بقلب اللحمة كتير منيح ليصير عندي لونها بهيدا الشكل، لون غامق. في كذا طريقة لأنهم يسلقوا، في منهم أشخاص بيسلقوا اللحمة قبل وبيرجعوا بيصفوها وبيرجعوا بيقلوها مع الثوم. أنا بحب استخدم هيدي الطريقة. من بعد ما أخدت اللحمة عندي هيدا اللون بضيف فوقهم راس كبير من الثوم اللي مدقوق ناعم وبقلبه كتير منيح. في اشخاص بيستعملوا بهيدي اليخنة البصل، نحنا ما بنستخدمها وحتى ما بستخدم اي نوع من البهار. هون عم ضيف ضمة وحدة من الكزبرة فرمتها ناعم وغسلتها كتير منيح اكيد قبل ما فرمها، وبقلبها مع اللحمة. انتو اذا حابين تضيفوا كمون او اي نوع من البهار هذا الشي بيرجع لكم، بس انا ما بحب احط لها اي نوع من البهارات. انا بيكفيني الثوم والكزبره لتكون يخنه رائعه وكتير طيبه. ضفت انا هون معلقتين كبار من الصلصه، طبعا فيكم تحطوا انتو قد ما بدكم اذا بتحبوها اكتر، بس هي تمام كتير عليها. ورجعت ضفت رشه صغيره من السكر لتكسر الحديه بالصلصه، وضفت فوقهم العظم اللي قلبتهم اول اليخنه اول الطبخه. ورجعت حطيت المي ومعلقة ونص من الملح، المي تكون سخنة، معلقة ونص من الملح، وبتركن لمدة ساعة على النار. مثل ما شايفين عندي بعد ساعة صارت اللحمة مستوية كتير منيح والزوم صار معقد مثل ما أنا بدي. هلأ بضيف لهم الفاصوليا كنت نقعيتها قبل بيوم، حطيت لها رش صغير من الكربونات. تاني يوم بس سلقتها لمدة ربع ساعة، أخدت معي مش أكتر، كانت مستوية وكتير منيحة. وطبعا حسب الفاصوليا اللي عم تستعملوها بتاخد معكم وقت. هلأ أنا بترك الطبخة على النار لمدة 10 دقايق بس، لأنه الفاصوليا واللحمة عندي مستويين. بطنجرة على النار هلأ حطيت معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة صغيرة من زيت القلي، وضفت فوقهم الشعيرية. وهلأ عم بعمل الرز المفلفل. انا بحب الشعيرية تاخد عندي هيدا اللون الاسمر مش اشقر خفيف، مثل ما انتم بتحبوها فيكم تعملوها. وضفت فوقهم كبايتين من الرز اللي نقع على مدة نص ساعة، صفيته كتير منيح ورجعت ضفته على الشعيرية. هلا بقلب الرز كتير منيح لتصير كل حبة وللتانية، وبضيف فوقهم معلقة من الملح وبقلبهم ما يقارب الدقيقة، وبضيف عليهم المي السخنة. كل كباية من الرز المصري بتحتاج كبايتين مي سخنة، وبتركن على النار ليغلوا. وبرجع بحطن على نار خفيفة لمدة 10 دقايق لربع ساعة، وبتكون مستوي الرز وجاهز. هيدي هي وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الفاصوليا الصنوبرية مع اللحمة. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تحطوا لي لايك للفيديو وتعطوني رأيكم بالكومنتات، وما تنسوا السبسكرايب للشانل. ان شاء الله الف صحة وهنا.